جمهورية دومينيكا كانت شاهدة على واحدة من أسوأ الكوارث في العصر الحديث بعد أن ضربها قبل 7 سنوات إعصار مدمر دمر 90% من بنيتها التحتية وعطل شبكات الكهرباء والاتصالات، وبلغت الخسائر نحو $1,400,000,000. الدولة الكاريبية تعهدت بإعادة بناء نفسها ومواجهة التغيرات المناخية، ولمواجهة نقص التمويل لجأت للأثرياء ببيع جنسيتها مقابل $100,000. هذا البرنامج حقق نجاحاً كبيراً وجذب إيرادات أعلى من التي تحققها الإيرادات الضريبية. وباستخدام أموال الجنسية مولت دومينيكا كل شيء من العيادات الطبية إلى المجمعات السكنية المجانية للأشخاص الذين تدمرت منازلهم. الجنسية حظيت بإقبال كبير من الأثرياء في الصين والشرق الأوسط، الباحثين عن جنسية تمكنهم من العيش في الجزيرة السياحية والدخول لعدة دول أوروبية، فضلاً عن سهولة الوصول للنظام المصرفي العالمي بسهولة.